عارف انت ماتشات المنتخب دي مش عايزه قهوه، عايزه ازازه سبيرتو وتشربها او تدلقها وتولع على نفسك بس. انت عارف فين المشكله؟ المشكله ان انا افتكرت حاجه امبارح وانا بتفرج على القرف اللي كان بيقدمه المنتخب في نص الملعب والاداء الهائل اللي كان بيقدمه كابتن محمد النني. افتكرت كابتن احمد حسن الكابتن التاريخي بتاعنا في 2006 و2008 و2010 وقد ايه احنا كنا بننتقده. ويا عم بص يا عم، هو انت صاحب الكوره ما تخلص من الكوره وما اعرفش ايه. حسيت ان انا عايز اجلد نفسي بعد كل اللي كنا بنعمله ده، والله ده تقريبا ذنبه والناس بتخلصوا فينا. انا لحد دلوقتي مش عارف ايه المشكله او ايه الصعب ان احنا نلعب كوره. فين المشكله ان احنا نلعب كوره؟ فين مشكله فيتوريا في الماتشات الرسميه؟ يعني انا شفت فيتوريا قدام بلجيكا كنت بتهاجم وبتروح وكده، اشوفه بيدافع قدام غانا وموزمبيق. طب انا ليه في ايه؟ طب هل هو توتر؟ هو عند في مشكله مش طبيعيه، والناس كلها عماله تتكلم على مشكله نص الملعب وانت ما بتحلهاش. اللاعب رقم 8 بتاع غانا اشيمو ومحمد قدوس كانوا هم اللي بيلعبوك طول الماتش. اشيمو ده كان رقم 8، كان بياخد الكوره يلف محمد النني ويجري في الفدان بقى بتاع منتخب مصر لحد ما يروح لمحمد الشناوي. محمد قدوس، انت يا عم لو ما بتتفرجش على غانا ومش متابع غانا ولا اي حاجه، اكيد اتفرجت على ماتشات كاس العالم. طب انت ما شفتش ان هو بيلعب مهاجم وهمي وبيجي من ورا عشان يشوط ورجليه تقيله وبيجيب اجوان؟ طب انت ما شفتش مثلا محمد قدوس ده مع ويست هام؟ ما هو اكيد احنا مش عباقره، يعني اكيد انا مش عبقري او غيري مش عبقري او مصر كلها مش عبقريه. طب انا سيبك من كل ده، انت ما اتفرجتش على ماتش غانا وكاب فيردي؟ ما جاش في بالك مثلا ان الباك اليمين بتاعهم مالط؟ يا عم ما اتفرجتش؟ طب ما شفتش في الشوط الاول ان عمر مرموش ومحمد حمدي واكلين عيش على الراجل ده بطريقه مش طبيعيه؟ ما جاش في بالك كل ده؟ وايه فكره ان انا لازم اعتمد على النني؟ ايه فكره ده؟ يعني ليه انت نص الملعب عندك متاخد في ماتش موزمبيق وماتش غانا ولحد دلوقتي ما رجعش؟ كل اللعيبه اللي في نص الملعب مش عارفه تأدي لان انت مغير الادوار. يعني حمدي فتحي اول ربع ساعه في الماتش هو نفس الدور اللي كان بيأديه في ماتش موزمبيق. في بقى حاجه حصلت، معرفش هو بقى زرجن على المدرب ولا ايه اللي حصل، ان حمدي فتحي ابتدى يرجع وابتدى يضرب وابتدى يعمل الدور اساسا ان هو بتاعه عشان النني مش قادر. حاجه تانية وهي اصابه صلاح. مفيش حد في مصر مقتنع ان صلاح اتصاب. هات لي بني ادم واحد مقتنع ان صلاح اتصاب. مفيش حد مقتنع ان صلاح اتصاب. صلاح اتصاب هنا في دي، عنده مشكله في دي. كانت من بدايه ان انت طلبت شرط الكابتن وهي ما كانتش حقك، وانك تتحمل المسؤوليه كاحسن محترف مصري موجود وكابتن الفريق، ان انت دلوقتي مش قادر تشيل الشيله. صلاح بالمناسبه كان عايز يبقى الكابتن في ليفربول بعد مشي هندرسون، وده ما حصلش. اللي بقى الكابتن فان دايك رغم ان هو مش اقدم لعيب، واللي بعديه بقى ارنولد، وتالت لعيب بقى صلاح. وغير كده يوم ما كان كلوب بيحب يراضيه كان بيديله ماتش في الكاس ولا حاجه زي كده يبقى كابتن، واكبر ماتش رضاه فيه بشرط الكابتنه كان قدام اليونايتد. لكن ما ينفعش ان انا احمله المسؤوليه كلها. هو شايل المسؤوليه وهو اللي قرر ان هو يشيلها وهو مش قد الشيله. اللي حصل بعد خروج صلاح واللي الناس بقى بتشيله ان صلاح هو المشكله في طريقه اللعب، او هو المشكله ان اللعيبه مش عارفه تاخد راحتها، ان المشكله في اللعيبه نفسها. اللعيبه نفسها طول ما صلاح موجود في الملعب هي مقتنعه ان صلاح هو اللي هيشيل وصلاح هو اللي هيخلص وصلاح هو اللي في ايده يعمل اي حاجه عشان يكسبنا، ولو ما حصلش ده هو اللي هيشيل الشيله. يوم خروج صلاح او ساعه خروج صلاح اللعيبه كلها حست ان لا، ده احنا اللي هنشيل المسؤوليه. واول لعيب تحمل المسؤوليه كان عمر مرموش فكوا بقى من التكتيك والخطط واللعب ده كله، وبقى بيروح على لعيبه غانا واحد لواحد وكان بيعدي. واكتشفنا كلنا باستثناء طبعا فيتوريا ان الباك اليمين بتاعهم ملط ما جاش والله. الجونين جايين من الناحيه دي، الجونين جايين بسبب اللعيب اللي هو مش مغطي اللي هو الباك اليمين بتاعه. وغير كده بقى انت لما قررت ان انت تدوس على وش غانا وخلاص الفريق اصلا مستسلم، جيت اللي انت طلعت مرموش ونزلت مروان عطيه. مصر كلها عرفت ان انت خايف تخسر، ده حتى المعلق نفسه قال لك خلاص احنا رضينا بالتعادل. طب ليه؟ طيب الفريق قدامك بقى مستسلم وانت راكب الماتش وممكن تخلص،
واحسن معنويا واحسن بدنيا واحسن نفسيا. فانت قررت ان انا خلاص يا جماعه النهارده بالتعادل بدل ما يلبونا جون كده ونطلع بالمولد بلا حمص واترزع بقى انتقادات والناس تمسكني تقطعني. لا لا لا، هو نلعب على التعادل وخلص الموضوع على كده. طب ليه؟ انت دلوقتي عندك كاب فيردي هتلاعب موزمبيق، لو كسبت 6 نقط اتأهلت خلاص مع السلامه. طيب وانت هتلاعب كاب فيردي الماتش الجاي، وبالمناسبه فريق كاب فيردي او اي فريق هيقابلك ضعيف في افريقيا انت بالنسبه له فريق كبير جدا، فانا لازم العب قدامه عشان ابان قدام الناس كلها ان انا عندي لعيبه قويه، وبالمناسبه اعرف احترف. فانت بالنسبه لكاب فيردي فرصه عشان اللعيبه تقدم اداء كويس وتبقى الانظار عليها وتعرف تحترف، سواء هم كسبوا موزمبيق او اتعادلوا او الماتش بالنسبه لهم مهم او مش مهم. لا ده انت هتلاقي اداء وفريق قوي بيلعبك عشان اعرف اظهر وعشان اعرف ابان وعشان اعرف اروح فريق كبير. لان انت بالنسبه لقاره افريقيا بالمناسبه لو انت مش واخد بالك انت فريق كبير، انت كبير القاره، انت عندك احسن لعيب في افريقيا، انت فريق المفروض ان انت رايح تنافس على البطوله. فماتش زي ده هيبقى في ناس كتير بتتفرج عليه وهيبقى تحت انظار كشافين كتير. فما تستناش ان كاب فيردي حتى لو حققت نتيجه كبيره قدام موزمبيق وخدت ال6 نقط وخلاص ضمت ان هي تتاهل ان هي تلعب قدامك باستسهال، لا. ولو انت حاطط امل ان كل مجموعه ممكن يتاهل منها توالد، فانا احب اقول لك حاجه مش على عقل حد تاني بقى. انت اول 3 مجاميع المجموعه الاولى والثانيه والثالثه هيتاخد منها فرقتين توالد. طب اول مجموعه اللي فيها كوتيفوار ونيجيريا وغينيا دول اتاهلوا خلاص. تاني مجموعه اللي هي بتاعتنا، تالت مجموعه فيها السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا. طب غينيا هتلاعب جامبيا هتديها على وشها وهتكسب وهتبقى 4 نقط. السنغال والكاميرون هيطحنوا في بعض، الله اعلم هيخرج تعادل ولا في فرقه هتكسب. وغير كده بعد كده الكاميرون هتروح تقابل جامبيا، يعني ممكن تكسبها وتاخد ال4 نقط. يعني المجموعه بتاعتنا ممكن ما يصعدش منها تالت، هياخد الاول والتاني بس، عشان انت عندك نقطتين وغانا عندها نقطه واحده بسببك، وكاب فيردي عندها 6 نقط لو كسبت موزمبيق. فانت المجموعه بتاعتك ممكن ما يصعدش منها توالد. وبالمناسبه ممكن انت او غانا تروحوا وتيجي انت بقى في اخر الشوط وانت راكب الماتش وخلاص دايس على وش غانا وفي ايدك اللي انت تخلص، تطلع عمر مرموش وتنزل مروان عطيه وتقول لمصر كلها بما فيهم معلق الماتش انا ارتضيت بالتعادل، وبدل ما يخش فيا جون هطلع بنتيجه التعادل واخد نقطه، وربنا يسهل قدام كاب فيردي كده ويسيبوا لنا الماتش وناخد منهم ال3 نقط ونتاهل تاني عشان نلعب بقى تنزانيا ولا نلعب معرفش مين ده لو صعدنا. طب يا جماعه ربنا يوفقكم ان شاء الله كده، ويعني ربنا يصلح بقى الدنيا دي ونحاول نتفرج على ماتش يعني كويس قدام كاب فيردي، وربنا يسهل ونتاهل. وبتعالى قابلوني لو خدتوا البطوله ان شاء الله. يلا سلام عليكم.